صلوا على النبي. تخيل انك راجل اعمال ناجح، العالم كله شايفك قدوة، وفجأة خلال 180 دقيقة بس تكتشف ان حياتك كلها مبنية على كذبة، وإن في محامية هي الوحيدة اللي هتقدر تنقذك، لكن يمكن تكون هي أخطر واحدة في القصة كلها. قضية قتل وابتزاز وشاهد مهم وحقيقة لو ظهرت مش هتوديك السجن بس، دي هتدفنك حي. بداية فيلمنا النهاردة مع محامية اسمها فيرجينيا جودمان، وبتكون رايحة لراجل أعمال مشهور اسمه أدريان، واللي بيكون متهم في قضية قتل، وبتكون فيرجينيا رايحة له عن طريق المحامي بتاعه واللي بيكون اسمه فليكس ليفا. ولما بيشوفها أدريان بيستغرب لأن المفروض ما فيش أي جديد في القضية بتاعته، لكنها قالت له إن في شخص ظهر فجأة وهيشهد في القضية، والنيابة هتاخد شهادته على محمل الجد، وغالبا هيشهد ضده، وخلال 3 ساعات هيطلع قرار بالقبض عليه. وبنشوف في التلفزيون صورة أدريان والقضية اللي متهم بيها، وبنعرف إنها قضية رأي عام، علشان كده كل الإجراءات كلها بتتاخد بسرعة. وبتقول المذيعة إن أدريان لسه حاصل على الجائزة الأوروبية للابتكار وتطوير الأعمال، وجائزة أفضل رجل أعمال في العالم، بعد ما عمل صفقات كبيرة في السوق الآسيوية. وكمان بتكشف عن أقواله في النيابة، وهي إنه مظلوم، وإنه ما قتلش عشيقته لورا، وإن في حد تاني هو اللي لبسه القضية، وإنه مجرد ضحية زيها. أما فيرجينيا فبتقول لأدريان إنهم قدامهم 180 دقيقة علشان يحكي لها كل حاجة عن القضية، علشان تعرف تلاقي ثغرة تعرف تدافع بها عن نفسه. انت لو مكان البطل هتعمل ايه؟ هتحكي كل حاجة لواحدة لسه شايفها حالا، ولا هتفضل مخبي تفاصيل مهمة؟ قول لنا رأيك في الكومنتات. فرد أدريان عليها وقال لها انه اكيد قال كل حاجة ومفيش حاجة تانية يضيفها، فعرفته انها ما خسرتش قضية ابدا قبل كده، وعارفة كل الكلام اللي بيقوله، لكن الافضل يبدأ يحكي لان ما عندهمش وقت كتير. فبدأ يقول لها انه اتعرف على لورا بشهور قبل الحادثة، وارتبطوا سوا من غير ما حد يعرف، خصوصا مراته سونيا او جوزها برونو. لكن مع الوقت حد شافهم وبدأ يبتزهم ويهددهم ويطلب منهم فلوس علشان يسكت، وكان طالب 100,000 يورو، وكمان هو اللي قال لهم يروحوا الفندق اللي لورا اتقتلت فيه. فقالت له مبدئيا 100,000 يورو اهون من مليون، وعدم الفضيحة هيكون اهون من انه يخسر مراته وبنته. وسألته ليه ما سألش نفسه اشمعنى الفندق ده، فقال لها انه وقتها ما فكرش في الفندق، وانه كان بيحب مراته سونيا وما كانش عاوز يخسرها، وكل اللي كان عاوزه يعرف من الشخص ده ويبعده عنهم. لكن المفاجأة انه جاله رسالة من تليفون لورا ومكتوب فيها انه هيفضحهم، وكتب لهم اسم الفندق ورقم الأوضة، فعرفوا انه فخ، فقرروا يهربوا بسرعة بال100,000 يورو. لكن فجأة حد كان معاهم في الأوضة وهاجم على أدريان وضربه، ووقع على الأرض وأغمى عليه، وفاق على صوت الباب والشرطة بتخبط. ولما راح يفتح لقى أداة حد على الأرض وعليها دم، وبغباء راح ومسكها بإيده، وبعدين شاف لورا وهي واقعة على الأرض مقتولة والفلوس حواليها في كل حتة، وجري عليها. وفي اللحظة دي دخلت الشرطة وشافته بالمنظر ده، وقبضوا عليه وهو كان مصدوم وبيحاول يقنعهم إنه ما قتلهاش. لكن تحقيقات الشرطة قالت إن الأوضة كانت مقفولة من جوه بالسلاسل، فأكيد ما حدش كان جوه وخرج. وكمان الشهود قالت إنهم سمعوا صوت صويت، لكن ما شافوش حد خارج من الأوضة. أما الشبابيك فالمقابض بتاعتها متشالة من جوه، وبالتالي ما حدش هيقدر يخرج من الأوضة عن طريق الشباك، وعلشان كده التهمة لابسة 100%. فقالت له إنه لازم يقول لها مين ممكن يكون عمل كده، فقال لها إن ده شغلك أنت والشرطة مش شغله. فعرفته إنه بالنسبة للشرطة هو الجاني، والشرطة مش مضطرة تدور على حد تاني. ووريته خبر في الجورنال عن اختفاء شاب، وقالت له إنها طول عمرها بتقابل نوعين من الموكلين ملهمش تالت. أول نوع بيقول كل حاجة بصراحة وأيا كانت النتيجة، أما النوع التاني بيكون فاكر نفسه أذكى من المحامي بتاعه وعاوزه يخرجه براءة من غير ما حتى يقول إنه غلطان أو يكشف له الحقيقة. وقالت له إنه من النوع التاني، وعرفته إنهم كده ضيعوا 10 دقايق على الفاضي. وسألته إذا كان هيتكلم
يتكلم ويحكي كل حاجة ولا لأ علشان ما تضيعش وقتها معاه. فبدأ أدريان يحكي ويقول إنه قبل 3 شهور كان خارج مع لورا واتصل بمراته سونيا واطمن عليها وعلى ابنهم أليكس، وكان مفهمها إنه في الشغل وهيرجع لها، لكن كان متضايق لأنه بيكذب عليها وإنها فعلا بتحبه وهو بيكذب عليها وبيخونها. وفي نفس اليوم بيخرجوا سوا وبيكون أدريان سايق العربية وبيفكر يقول لها إنهم ينفصلوا، لكنها حست وسألته فقال لها إن ضميره بيأنبه دايما بسبب اللي بيعمله، وإن سونيا مراته وجوزها برونو ما يستاهلوش الخيانة، وإنه حاسس دايما إنه بيكذب لما بيكون معاها، لكنها قالت له إنه بيبص لنص الكوباية المليان وإنهم بيكونوا مبسوطين مع بعض وكمان مش مضطرين يكذبوا على بعض. وفي الوقت ده كان هيعمل حادثة، لكن بسبب عدم تركيزه في السواقة اتسبب إن شاب عمل حادثة، ولما نزلوا يطمنوا عليه لقوه مات، وكان أدريان مش عارف يتصرف ازاي وحاسس بالذنب. وأول حاجة فكر فيها إنه يتصل بالشرطة، لكن لورا قالت له إن لو الشرطة جت ممكن يقبضوا عليهم وممكن يلبسوا قضية، ده غير إنهم هيتفضحوا لأنهم كانوا مع بعض، وأقنعته إنهم يهربوا وكأنهم ما عدوش من هنا. ورغم إنه عارف إن اللي بيعمله ده غلط لكنه وافق على كلامها بسبب خوفه، لكن لسوء حظهم العربية مش راضية تشتغل، ولورا خدت بالها إن في عربية طالعة الطريق اللي هم فيه، فخرجت بسرعة وراحت للعربية التانية وخبت جثة الشاب ووقفت جنب أدريان على أساس إنهم عملوا حادثة وبياخدوا بيانات بعض. ولما وصل شخص ليهم وسألهم عن اللي حصل وإذا كانوا محتاجين مساعدة، لكن لورا قالت له إنها مجرد حادثة بسيطة وإنهم كويسين ومستنيين الشرطة. وفي الوقت ده تليفون الشاب رن في العربية، فجريت لورا وخدت التليفون وحطته في جيبها علشان ما ياخدش باله. ولما مشي أدريان خاف أكتر لأن كده في شاهد ولو هربوا هيبلغ عنهم، فقالت له لورا إنه لازم يركب عربية الشاب ده وياخدها يخفيها بعيد عن الطريق، وما كانش موافق لحد ما قالت له إنه لو عمل كده هيقطعوا علاقتهم ببعض وكل واحد يشوف حياته بس من غير ما يدخلوا السجن سوا. فوافق أدريان وحطوا الشاب في شنطة العربية وساق العربية واخدها غرقها. علشان كده كل الأخبار كلها كانت بتتكلم عن اختفاء الشاب ده بدون أي أثر، وما كانش عاوز يكمل، لكن فيرجينا قالت له يكمل ايه اللي حصل بعد كده. فقال لها إنه بعد ما خلص رجع قابلها لكنها كانت منهارة وبيعرف منها اللي حصل، وهي إنها كانت قاعدة في العربية ومستنية أي ونش يجي ياخدها بالعربية، لحد ما وقف راجل عجوز اسمه توماس وعرض عليها المساعدة لأنه بالصدفة كان مهندس وشغال في العربيات. ولما لقى المشكلة هتاخد وقت قرر إنه ياخدها بعربيته للبيت ويصلحها براحته، وبدأ يحكي لها عن مراته راكل. وفي الوقت ده اتصل برونو بيها وطبعا مش عاوزة تقول له عن اللي حصل، ولما عرض عليها يجيلها لو في مشكلة لكنها أصرت إنها كويسة ومش محتاجة مساعدة. وفعلا وصلوا البيت وراكل شافت على ايديها آثار دم وقالت لها تدخل تغسل ايديها وعملت لهم قهوة. وفضل توماس يصلح العربية في نفس الوقت اللي كانت راكل بتتكلم مع لورا عن حياتها، وكانت لورا معرفاهم إن اسمها ألفيرا وإنها متجوزة لأنها كانت لابسة الدبلة. ولما راكل سألتها إذا كانت مخلفة ولا لأ، لورا قالت لها لأ لسه، فقالت لها أنا عندي ابن اسمه دانيال وورتها صورته. وهنا كانت المفاجأة، وإن دانيال ابنها هو نفس الشاب اللي مات من ساعة واللي راح أدريان يتخلص منه. فاتخضت وقررت إنها لازم تمشي بسرعة، خصوصا إن توماس قال لها إنه صلح العربية. في نفس الوقت واحد من صحاب دانيال اتصل بأمه وبيسألها عليه، فقالت له إنه المفروض راح لهم وقلقت على ابنها فقررت تتصل عليه. لكن المفاجأة إنهم سمعوا صوت التليفون بره لأنه كان في جيب لورا، وبسرعة خرجته من جيبها وخبته تحت المخدة. ولما رجعوا يتصلوا تاني لقيوه في البيت، ورغم إنهم عارفين إن دانيال مستحيل ينسى تليفونه في البيت لكنهم ما كانوش متخيلين إنه مات. فسابتهم لورا بسرعة وخرجت وركبت عربيتها ومشيت، وكان توماس باصص لها بغرابة وهو حاسس إن وراها حاجة. وساعتها علشان يهربوا من اللي عملوه قرروا إنهم يروحوا مكان للخردة ويسلموا عربية أدريان علشان ما يكونش في أي أثر للي حصل. وكمان راح القسم وعمل بلاغ إن عربيته اتسرقت من جراج عام، واتفقوا هما الاتنين إنهم ما يتقابلوش تاني. وحاول أدريان إنه يرجع لحياته تاني ويحاول يكون ثابت قدام مراته ويحاول يحافظ على شغله اللي تعب فيه آخر 10 سنين علشان يوصل للمكانة دي، لكن القلق والتعب كان ملازمه. وكل ما يحاول يتجاوز اللي حصل يشوف خبر اختفاء الشاب وبيشوف أمه وأبوه وهم بيدوروا عليه، وحس فعلا بالألم اللي باين على
وش توماس بسبب اختفاء ابنه، وهو عارف انه مستحيل يلاقيه. وبيقطع كلامه في ريجينا اللي جالها مكالمة ان الشاهد وصل المحكمة ومستني القاضي. فبدأ ادريان يقلق وطلب انه يكلم فليكس، لكن فليكس بيقول له انه في مشوار مهم وهيرجع كمان 5 ساعات، وقال له تابع مع فيرجينيا لانها هتعرف تساعدك. ورجع ادريان يكمل، وبدأ من اول يوم جات له شرطة الشغل علشان يسمعوا اقواله، وقالوا له ان توماس ابو الشاب دانيال المختفي قال انه شاف واحدة في مكان قريب من بيته وعربيتها عطلانة وساعدها، لكنها كانت غريبة وكان في اثار دم على ايديها. وكمان لقوا تليفون ابنهم في البيت رغم ان في مكالمة على تليفونه بعد ما خرج، فمستحيل التليفون يرجع البيت من غير ما تكون هي اللي رجعته بنفسها. ففليكس ساعتها قطع الضابط وسأله ايه علاقة الكلام ده بموكلي، فقال له لان توماس قال ان البنت كانت راكبة عربية النمر بتاعتها نفس نمر عربية ادريان. فرد ادريان وقال ان عربيته مسروقة وعمل بلاغ بسرقتها. فسألوا الضابط عن الوصل بتاع الجراج اللي المفروض عربيته اتسرقت منها، فرد ادريان ان الوصل ضاع وانه ما كانش مهتم بالوصل ساعتها. ففليكس كمان قال ان في التاريخ ده كان ادريان في باريس، ولما سأل الضابط عن اثبات قال له تقدر بعد كده تطلب الحاجات دي من السكرتيرة بدل ما تضيع وقت موكلي. فخرج الضابط صورة مرسومة لواحدة شبه لورا جدا وسأله اذا كان يعرفها، لكن ادريان قال له انه ما يعرفش واحدة بالشكل ده. فاضطر الضابط انه يقفل المحضر ويمشي، لكن لاحظ فليكس ان ادريان متوتر وسأله ايه اللي حصل، وقال له لازم تكون صريح معايا علشان اعرف اساعدك. فقال له انه ما كانش في باريس وانه كان مع عشيقته وانه مش هينفع يقول عكس كده علشان ما يخربش بيته، خصوصا انه قطع علاقته بعشيقته. وبعد ايام سمع خبر في التلفزيون ان تحقيقات الشرطة بتقول ان في احتمال كبير ان دانيال زيف اختفائه لانه سرق 50,000 يورو من المصرف اللي شغال فيه وبعت لصحابه فلوس من حسابه الشخصي بعد ما سرقهم. وكان ادريان عارف ان اكيد الشاب ده ما عملش كده وان اللي حصل ده اكيد لورا هي اللي عملته. فقرر انه يروح يقابلها ولقاها قصت شعرها علشان ما حدش يتعرف عليها، وقالت له انها عملت كده علشان تبعد اي تهم عنها، واستغلت شغل جوزها وانها معاها محفظة دانيال وقدرت تسرق فلوس من المصرف بتاعه وتحولها لناس تانية علشان الشرطة تشك فيه بدل ما يشكوا فيهم. وعرفته ان المفروض يشكرها لكنه كان حاسس بالذنب وقال لها ان اللي عملوه كان غلط. فقطعته فيرجينيا وسألته ازاي لورا عملت كده، فقال لها انها كانت شغالة في مصرف قبل كده واحتمال كمان يكون جوزها ساعدها، لكنها قالت له ان الكلام ده محدش هيصدقه في المحكمة وانهم عاوزين قصة منطقية والا هيترمي في السجن باقي حياته. وبعدها بيكمل ادريان كلامه وبيقول انه حاول ينتبه لشغله، وفعلا اخر فترة قدر يعمل صفقات كبيرة بين شركات مختلفة في السوق الاسيوي لحد ما وصل لثروة كبيرة، وكمان خد افضل رجل اعمال في العالم. وفي يوم وهو في الحفلة مع مراته جاله واحد من الحرس وقال له ان في صحفي عاوز يقابله وبيقول انه يعرفك وعاوزك في موضوع مهم. فراح له لكن اتفاجئ انه توماس ابو دانيال، فعمل نفسه ما يعرفهوش. وفعلا توماس عرفه على نفسه وقال له انه كان موجود لما الشرطة جت تستجوبه في الشركة وشافه وهو متوتر، وكمان هو واثق انه اكيد يعرف البنت اللي هو قابلها وانه متأكد ان ابنه مات لكن عاوز يعرف مكانه. وعرفه كمان انه مش مصدق ان ابنه يسرق فلوس ويهرب بيها، وكان كل اللي بيقوله ادريان انه ما يعرفش اي حاجة عن اللي بيقوله غير اللي اتقال في الاخبار. فبدأ توماس ينفعل وقال له انا شفتك مع واحدة شبه اللي صلحت لها العربية، ولما بلغت الشرطة ما حدش فادني، فعرفت ان لك نفوذ كبير في الشرطة، فجاي لك النهاردة من اب الاب وعاوز اعرف مكان ابني بس علشان ادفنه واعرف ازوره، وان امه في المستشفى من صدمتها لما الشرطة قالت لها ان ابنك حرامي. فما كانش ادريان عارف يرد، وكل اللي في دماغه شكل جثة دانيال وهو في عربيته تحت المية. فدخل الحرس واخدوا توماس لبره وركبوا العربية ومشوه، وكل ده وادريان واقف باصص له وهو حاسس بيه لكنه ما يقدرش يقول اي حاجة. وساعتها قالت له فيرجينيا ان المفروض نربط الحادثتين ببعض
بعض، وبتعرفه ان بالنسبة للشرطة في جريمة قتل واحدة وجثة واحدة، اما بالنسبة ليك ولتوماس فهم حادثتين وجثتين، وفي احتمال كبير جدا ان توماس اتأكد انك اللي عملت كده في ابنه، فقرر يقتل لورا لانه مفكر انها قتلته، وقرر يلبسك التهمة علشان ينتقم منك لانك شريكها. ورجعت تسأله اشمعنى رحت الفندق ده بالذات، فكمل حكي وقال لها انه جاله جواب من دانيال توماس اللي المفروض ميت، ولما فتحه لقى صورة في نفس المكان اللي غرق فيها العربية، فتوتر وما بقاش يعرف يعمل ايه، وتحول الموضوع لابتزاز. لو ما سمعوش الكلام هيبلغ الشرطة عنهم، لدرجة انه شك ان الشخص اللي شافهم اول مرة يكون هو اللي راح وراه وشافه، وقرر انه لازم يتبع التعليمات ويروح المكان اللي قال لهم عليه. وفعلا وصلوا، ولما الساعة جت 5 لقوا التليفون العمومي اللي جنبهم بيرن، فخرجت لورا ترد عليه، فقال لها تروح الفندق وهتلاقي الأوضة 715 محجوزة باسم أدريان، وأمرها تسيب تليفونها في الزبالة قبل ما تتحرك. وفعلا راحوا للفندق وفضلوا قاعدين مستنيين لحد ما جات لهم رسالة من تليفون لورا انه هيفضحهم وهيبعت لهم الشرطة دلوقتي. فعرف أدريان انه فخ وقرر ياخد الفلوس ويهرب، لكن حد هجم عليه وقتل لورا وسابها وسط الفلوس. فقالت له فيرجينيا ان القاتل لو هدف الفلوس ما كانش سابها، وان بنسبة كبيرة هيكون توماس هو اللي عمل كده، وان دي رواية ممكن يصدقها القاضي وهيئة المحلفين. وقالت له ان الحل اننا نثبت ان اللي عمل كده هو توماس، مقابل انك تعترف على اللي عملته لابنه وتثبت انه هو اللي عمل كده، بدليل ان مراته نفسها شغالة في الفندق، علشان كده هو وداكوا للفندق ده. وبتطلع له صورة والشرطة قبض عليه، ومراته راكل واقفة في الصورة بتبص له، وبتبدأ تتخيل السيناريو، وهو ان لما توماس راح له الحفلة كان لسه مش متأكد، لكن لما انت اتوترت قدامه بدأ يتأكد، لكنه كان عاوز البنت اللي شافها وهي لورا، علشان كده طلب منك تروح لمكان قريب من الفندق وتخلي لورا تكلمه علشان يبقى اتأكد 100% انكم اللي عملتوا الجريمة، وكمان تكون سلمتوا لورا بنفسك. وساعتها هيتحرك بسرعة ناحية الأوضة اللي هيكون مأجر لنفسه الأوضة اللي جنبها، ومجهز مقابض الشبابيك ويخليها معاه ويستخبى في الأوضة لحد ما تيجي ويبعت رسالته. ولما تحاول تتحرك يخرج بسرعة من مخبأه ويضربك علشان تفقد الوعي، وبعدها يقتل لورا وينفذ جريمته الكاملة. لكن أدريان قال لها إن لسه في لغز مهم، إزاي خرج من الأوضة والشهود قالوا إنه محدش خرج. فقالت له إنه فتح الشباك بالمقبض اللي معاه واتحرك بالراحة لحد ما دخل الأوضة التانية. ولما وصلت الشرطة واقتحمت الأوضة اتحركت راكل بهدوء وقفلت الشباك بالأكرة علشان تخفي الدليل الوحيد على براءتك. وبعدها بتيجي مكالمة لفيرجينيا وبتعرف فيها إن الشاهد اللي وصل للنيابة هو الشخص اللي شافه مع لورا عند العربية. فعرف أدريان إنه كده لبس القضية 100%، لكن فيرجينيا قالت له إن في مخرج، وهو إنه يقول إنه فعلا كان في باريس، وإن اللي عملت كل الجريمة دي هي لورا، وإنه راح الفندق بسبب ابتزازها ليه بدليل الرسالة اللي جاتلك من تليفونها، وبكده هيبقى في جريمة واحدة عليه وهي جريمة التستر على مجرمة ومن غير إرادتك. وعرفته إنهم ممكن يبلغوا الشرطة على مكان جثة دانيال من مكالمة مجهولة، لأن لازم يبقى في جثة علشان يبقى في قضية، لكنه اعترض لأن الشاهد هيقول إن شافهم مع بعض مكان الحادثة. ففاجئته فيرجينيا إن مفيش شاهد، وإنها عملت حوار الشاهد ده بس علشان يتكلم مش أكتر. فقال لها إنه عارف فعلا إن اللي عمل كده هو توماس، لأنه فعلا شافه قبل ما يغمى عليه. فسألته ليه ما قالش من الأول، فقال لها إنه ما كانش عاوز يقول كل حاجة ليها لأنه مش بيثق فيها 100%. فقربت منه وقالت له إنه لازم يثق فيها أو هيروح قدام القاضي ويكشف نفسه. وسألته غرق العربية فين، فادته القلم وعلم على المكان اللي رمى فيه العربية. وفجأة قرر إنه يعترف بحاجة أخيرة ما حدش يعرفها غيره، وقال لها إنه قبل ما يغرق العربية سمع صوت خبط، ولما فتح الشنطة اكتشف إن الشاب لسه عايش، لكن كان فات الأوان لأنه لو أنقذه هيكون بيعترف على نفسه بشروع في قتل. فقرر إنه يغرقه برضه. وفي الآخر قالت له إنهم هيغيروا السيناريو علشان يكون متناسق أفضل وبتفاصيل تدعم كلامهم، وإنها مش عاوزة تضيع تاريخها في قضية زي دي. وأكدت عليه إنه لازم يسمع كل كلامها وينفذه بالحرف، وقالت له بكل وضوح إنه هو اللي عمل كل حاجة، وإن كل الرواية اللي بيقولها معكوسة. وأكدت له إنه هو اللي راح شاف دانيال في العربية،
ولورا هي اللي كانت عاوزة تتصل بالشرطة وانت اللي رفضت، وانت اللي اصريت تتخلص منه، وكمان انت اللي خدت بطاقته قبل ما تقتله علشان تاخد بياناته، وبرجالتك لفقت له قضية سرقة، وان لورا ما كانتش تقدر تعمل كده لوحدها، وان معاها تقارير بتقول انها جات لها انهيار عصبي بعد الحادثة، وبسبب التوتر شعرها بدأ يقع، يعني ما قصتوش بمزاجها. ولما شافتك بتنجح وعايش حياتك وهي بتتعذب قررت انها تعترف لأهل دانيال بكل حاجة، لكنه اعترض وقال لها لو أهل دانيال عارفين كانوا بلغوا الشرطة. فخدته ناحية الشباك وورته توماس وهو واقف في الشباك اللي في العمارة اللي قصاده، وقالت له انه أجرها علشان يراقبك، وانها شافته قدام مكتبها وأمرت رجالتها تراقبه لحد ما عرفت هو بيعمل ايه كويس، وعرفت انه بيحاول ياخد حقه بإيده. وكملت روايتها وقالت له ان لورا هي اللي جهزت الغرفة في الفندق، وهي اللي بعتت الرسالة بنفسها، وكل اللي كانت عاوزة تعمله يدفعوا فلوس لأهل دانيال ويعترفوا بذنبهم، لكن انت ما كنتش عاوز تخسر فقررت انك تقتلها. ولما سمعت صوت الشرطة جاية حاولت تهرب من الشباك لكنك لقيته مقفول، فرمت فلوس على جثة لورا وخبطت نفسك في المراية علشان تبان انك كنت ضحية. فقال لها ان روايته افضل وان فعلا راكيل مراته اللي ساعدته، فقالت له ان راكيل كانت اجازة من الفندق في الوقت ده، فقال لها مستحيل، والصورة اللي انت وريتها لي، فقالت له ان الصورة معمولة بالفوتوشوب. ولما بص في الصورة تاني ما لقاش انعكاس صورتها في المراية، وفضلت تزعق له وتقول له انت اللي قتلت لورا، فقال لها ايوه انا اللي قتلتها. وقاطع كلامهم صوت التليفون ورسالة صوتية من فليكس انه خلاص وصل لاخر خط في القضية، فقالت له فيرجينيا انها هتاخد بريك 10 دقايق وترجع له. ولما خرجت اتكلم في التليفون وعرف ان فليكس وصل للشخص اللي شافهم بالعربية واداله فلوس كتير علشان ما يتكلمش. وفجأة كانت فيرجينيا متوترة، والقلم اللي سابته لأدريان انفجر الحبر في القميص بتاعه، ولما بيفتح القلم بيلاقي جواه جهاز تسجيل، ولما بيبص على الورق اللي كان مع فيرجينيا اكتشف انه كله فاضي. وفجأة بيشوف ان فيرجينيا دخلت أوضة توماس في العمارة اللي قصاده وبدأت تشيل الميك اب اللي على وشها، واتضح انها راكيل ام دانيال، وان كل اللي حصل ده متسجل، وان كل حاجة كانت من تخطيط توماس وراكيل علشان ياخدوا بطارهم منه. وفجأة الباب بيخبط، ولما ادريان بيفتح بيلاقي واحدة بتقوله انها فيرجينيا المحامية وجاية من طرف فيليكس في نفس الوقت اللي كان توماس بيتصل بالشرطة علشان يبلغ بكل اللي حصل. وبكده ادريان لبس قضيتين قتل بدل ما كان بيحاول يهرب من واحدة بس. وبكده يكون انتهى ملخصنا للنهاردة يا صديقي. ما تنساش بقى تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، ويا ريت تقدر تعبي وتشير الفيديو وتديني الكومنت الحلو اللي زيك وتكسر زرار اللايك. وفي الختام صلي على سيدنا النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أشوفك على خير في فيديو جديد وسلام.